اهلا ومرحبا بكم على قناة كوكوت مينوت. اليوم جبت لكم وصفة بنينة وسهلة بزاف، أرز على طريقتي يجي من أروع ما يكون. تحضريه بالخضر وكمية قليلة من الدجاج وانت تحصلتي على طبق روعة في المذاق. نروح نشوفوا مع بعض الوصفة. أول حاجة نحضروا المرق. في مرميطة نحطوا كمية من الزيت، نضيفوا عليه بصلة متوسطة، الملح والفلفل الكحل، نقليوها مليح حتى تذبل. من بعد نضيفوا عليها حبة طماطم متوسطة مقطعة شرائح بهذا الشكل ونقليوها شوية مع البصلة. وهنا نمرقوها بكمية قليلة من الماء، نغلقوا عليها ونخليوها حتى تطيب. وهنا بعد ما طابت نميكسيوها مليح ونروحوا للمرحلة اللي بعدها. نضيفوا مورف صغيرة كزبر مرحي، نص عود قرفة وزوج حبات هيل. من بعد نضيفوا نصف صدر دجاج مقطع إلى مكعبات، حبة بطاطا واثنين حبات جزر مقطعين بهذا الشكل، كمية قليلة من الحمص وملعقة كبيرة طماطم مصبرة. من بعد نخلطوا كامل المكونات مع بعض، نزيدوا نمرقوها شوية، نغلقوا عليها ونخليوها تطيب على نار متوسطة. وفي المرحلة هذه رايحة نحضر الرز تاعي، نحطوه في وعاء ونشلوه بكمية مليحة من الماء. بعد ما نشلو مليح نصفيه ونروح نطيبوه في ماء سخون، بعد ما نضيف عليه الملح وشوية زيت. انا هنا رايحه نطيب الرز تاعي نص طياب، من بعد نصفيه ونخليه يكمل طيابه في الكسكاس. وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما طاب المرق تاعي كيما راكم تشوفوا لازم يكون عقد بهذا الشكل. نغلق عليه ونخليه جانبا ونروح نشوف الرز تاعي. وهنا كيما راكم تشوفوا الرز تاعنا بعد ما فار طاب مليح وجا حبه على حبه، راح نضيف له الزبده وتروحوا تشوفوه في صحن التقديم. هنا حطيت الرز في الطبق اللي رايحه نقدمه فيه وسقيته بكميه من المرق اللي كنت حضرته. هذه الطريقه بزاف هايله، جابني بزاف وطريقه مختلفه باش تنوعوا بها شويه في الرز. نتمنى تجربوها وتعجبكم، وكالعاده ما تنساوش تخليوا لي رايكم في التعليقات. هذه هي وصفتنا تاع اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. استناوني في الوصفه الجايه ومع السلامه.